السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. ابدأوا يومكم بأذكار الصباح والمساء. الأذكار بتحصلنا، وتعودوا كمان أولادكم قبل ما ينزلوا إن شاء الله الدروس المدارس يروحوا أي مكان لازم يقرأوا الأذكار على طول. ودايما كده خلي لسانكم رطب بذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نعمل فطار سريع وبسيط كده مع بعض. انا كنت عايزه اعمل افوكادو، عصير افوكادو. بس للاسف وحده الافوكادو بعد ما قشرتها لقيتها لسه مش ناضجه، ما كانتش استوت قوي. فبقى برضو لما تستوي باذن الله هبقى اعملها معاكم في فيديو تاني، يعني هوريها لكم. جبت هنا واحده من التوست ده او الابريوش. دهنت خدت نص حتة جبنة مثلثات. وكمان كنت مش عارفة، لا ما عملتش فيها حاجة تاني تقريبا. قلت هنا هفتح الافوكادو، وزي ما قلت لكم لقيتها ما كملتش السوا، يعني لسه ما استوتش تقريبا. انا استعجلت عليها بس خدت منها قطعة، بس برضو ما كانتش دايبة قوي، لازم تبقى عاملة سايحة زي السمنة كده. لان هي الافوكادو بيكون دهون صحية. ممكن يعني تستخدميه في الفطار بس كده على واحدة توست، وبتبقى كده فطار، يعني هي كدهون مشبعة ومفيد. مفيد جدا الافوكادو. هاخد شوية من اللبن على قطعة من الافوكادو وكمان معلقة من العسل، وهضربهم في الكبة دي. انا صفيته، يعني اي عصير بعمله بحب ان انا اصفيه. وكنت كده عملت فطار سريع وبسيط جدا. المهم ان انتي تفطري، اهم حاجة تفطري بدري، ما تتأخريش في وجبة الفطار، لان وجبة الفطار هي الوجبة الاساسية في اليوم كله. حتى لو بتعملي دايت او اي حاجة في الطبيعي، ولازم يكون في الفطار بروتين. بروتينات بتدي شبع لأطول فترة ممكنة. ممكن بيض، جبنة، فول، اي بروتين بقى جنب خضار برضو. هنا ممكن وألبان، زبادي، لبن، قهوة بلبن زي ما تحبي. بس انا افضل القهوة بعد الفطار بساعتين 3. ما تشربوش ابدا قهوة او شاي ورا الاكل على طول لانه غلط. تعالوا بقى اقول لكم هعمل النهاردة غدا ايه. عندي كرنب اللي عامل زي القرطاس ده، عملته معاكم قبل كده من كام شهر. حطيت مية للسليق على البوتاجاز، حطيت فيها كمون وسكر ورشة ملح بسيطة. بقور كده الكرنباية او الملفوف زي ما بتقولوا. الملفوف من الخضار المفيد. في ناس بتحشيه لحمة مفرومة، يعني حسب ما قدرتك وحسب ما تحبي. احنا متعودين ان احنا نعمل خلطة المحشي اللي هي بالرز العادية خالص. انا وريتكم المشتريات اللي احنا جبناها المدرسة الفيديو اللي فات. ان شاء الله لو جبت حاجة تانية لسه هنشتري لهم هدوم وكاوتشات طبعا عشان داخلين على فصل الشتاء، وكمان هنا الشتاء بيجي بدري قوي. فان شاء الله باذن الله اي حاجه هجيبها تاني هوريها لكم. اي حاجه تخص المدرسه هوريها لكم. لسه برضو ما جبتش اللانش بوكس. هنا في المدرسه ممكن اشترك في المطعم بتاع المدرسه، بس انا ما حبيتش. يعني عمري ما اشتركت فيه بصراحه. يعني بحب ان انا اعمل الاكل في البيت واديه لهم في اللانش بوكس. يعني انا بحب كده اعمله يعني في البيت الاكل وبديه لهم عادي. وان شاء الله في المدارس هبقول لكم على افكار كتير قوي. انا القناه اللي انا كنت عاملاها ومسحتها، كنت على طول بعمل وجبه الاكل بتاع المدرسه دي، وكمان الفطار قبل ما ينزلوا كنت بصور ده كله وانزله على القناه. يعني يا ريتني ما مسحتها، بس يعني الحمد لله، يعني الخيره فيما اختارها الله. كنت بعمل افكار كتير، يعني كنت بعمل حاجات كتير قوي. يعني هديكم افكار كتيره ان شاء الله باذن الله. الكرنب ده كان عندي بقاله كام يوم، بس كان لقيته بدأ يدبل كده. قلت لا، يعني انا هعمله بقى علشان حرام لما يبوظ وكده. الكرومبا اهو بقى ببدأ ان انا اشيل واحدة واحدة كده، ما بياخدش وقت في السليق. ومجهزة المصفى وتحتها طبق علشان نصفي المية. ممكن تاخدي كده الورق الملفوف ده تحت المية اللي هي الحنفية تكون ساقعة، علشان الورق ده خلي بالك وانت بتسلقي اي كرومب ما تتخلوش يبت في السوا لاني بيتهري بسرعة. هقطعه بقى كده، بشيل العروق بتاعته. العروق بتاعت الكرنب دي او الملفوف هعملها دلوقتي مخلل جميل جدا، هتشوفوه معايا يعني بعد ما اخلص كده هعمله باذن الله. بقطعها بقى كده عادي، دي الطريقة اللي احنا متعودين عليها يعني.
يعني كل واحد، بصوا اقول لكم على حاجه، مفيش ست بيت مش بتعرف تطبخ، كلكم ستات بيوت شاطره ومجتهدين. بس يعني احنا بنشجع بعض، بندي افكار لبعض. ممكن يكون انا عندي فكره مش عندك، ممكن يكون انتي عندك فكره او معلومه مش عندك، اكتبها لي. فاحنا بنفيد بعض، محدش احسن من حد ابدا. يعني كلنا سواسيه، سواسيه كاسنان المشط، ده حديث. جبت بقى بصلاية، ضربتها في الكبة، بصلاية كبيرة، اخدتها على البوتاجاز. هحط فيها شوية من الزيت وشوية من الملح، هقلبها تقلبتين. انا مش بخلي البصل يدبل خالص، بخليه كده يبقى زي ني كده، ما يبقاش يتحرق او ياخد لون غامق، بس كده. هجيب الصلصة. بس اقول لكم بقى على الخلطة اللي انا بعملها للمحشي، بتخلي المحشي حلو قوي. اقول لكم بضيف له ايه كده. ضفت قطعة من الزبدة او السمنة للزيت، بتخلي الطعم حلو. عايزة تكتري البصل حسب راحتك، يعني الجو حر. ضفت هنا بقى الصلصة، وهتضيف لها رشة من السكر. البهارات بتاعة المحشي، كمون وكزبرة، وفي ناس بتضيف 7 بهارات دي، بس هي. هجيب بقى في الكبة قرن فلفل اخضر وفص توم. عايزة اقول لكم بيخلي المحشي ريحته تحفة تحفة وطعمه حلو جدا، فص التوم مع الشطة الخضراء او الفلفل الاخضر. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، يا ريت نركز مع اولادنا شويه ونعلمهم في ديننا، نعرفهم الدين. لان يعني احنا ولادنا كده عامه، يعني في العموم ولادنا بيكبروا، اه ده هما بيروحوا المدرسه، ده بيروحوا الدرس، ده بيروحوا مش عارفه ايه، وانتي دورك فين كأم ان انتي تعلمهم كل حاجه في الدين؟ مش عارفه ما عندكيش معلومات كتيره، هاتي في اليوتيوب او في التلفزيون القنوات اللي بتتكلم عن الدين، واسمعي وفيدي اولادك بيها. لاني بجد احنا هنتحاسب على اولادنا بجد والله. علموهم الصلاة، كلموهم في الدين، احكي لهم قصص دينية. يعني احنا في زمن الفتن، يعني فربنا يعافينا. يعني احنا في زمن صعب جدا، الفتن من كل النواحي. مهما الانسان يسيطر على نفسه، فهتلاقي الفتن موجودة في كل مكان. يعني والشيطان، يعني الشيطان معاك في كل مكان. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني مفيش حد خالي من المعاصي ومن الذنوب، بس تبقى عارف الإنسان اللي يعمل حاجة حرام او يبقى عارف ان ده حرام، يبقى معترف فعلا. يعني الحرام مبين والحلال مبين. لان في ناس لما بتعمل حاجة يعني والعياذ بالله حرام، بتحلل لنفسها يعني عشان هي عملته. لا، هو نعترف ان هو حرام وهنتوب الى ربنا سبحانه وتعالى ومش هنعمله تاني. لاني ما تخلوش ربنا اهون الناظرين ابدا ابدا. يعني ده حاجة صعبة قوي. الانسان اللي هو بيتدارى تحت سقف المعصية من الناس، فربنا شايفك او ربنا شايفك. حاجات كتير قوي حرام. نحاول ما نستحلش الحرام مجرد ان احنا بنعمله ابدا. ما نغتابش حد، ما نبصش في عيشة حد، نتمنى الخير لغيرنا وهيجيلنا. لاني انا بقيت اشوف ناس، يعني مش عارفة الحقد ده جاي منين، او حاجات كتير قوي. يعني كل مدى الناس بتبعد عن الدين، وللأسف ده حاجة مش حلوة ابدا. نحاول يا جماعة نعرف في ديننا اكتر اكتر، يعني الله المستعان بجد. يعني ربنا يعافينا ويعفو عنا. اطلبوا من ربنا المغفرة، ربنا يغفر ذنوبنا جميعا يا رب، ويصلح حالنا وحالكم لأحسن حال. مش عيب ان الواحد يتعلم من خطأه، مش عيب ابدا، بالعكس. يعني خير الخطائين التوابين. يعني نستغفر ربنا كتير، نذكر الله كتير. اهم حاجة نبقى نعمل عمل صالح لوجه الله تعالى، مش بنعمله رياء ولا نفاق ولا أبدا ولا اي حاجة ابدا. احنا بنعمل عمل صالح من قلبنا، فربنا يتوب علينا جميعا. كان عندي تقريبا نص كيلو من اللحمة، وكان عندي وركين فراخ اللي انا كنت عاملاهم معاكم. ده للشوربة، جهزت للشوربة. اهم حاجة في اللحمة لازم يكون المية بتغلي قوي علشان تطلع شوربة حلوة معاكي. وحطيت فيها جزر وورق لورا وحبهان، والملح بقى بتظبطيه، ورشة من السكر. جبت بقى عروق الكرنب، هعملها اول ملفوف هعمله مخلل. ما احنا لازم بقى نستغل كل حاجة، علشان ايه؟ ما يبقاش حرام. يعني حرام لما نرمي العروق دي، ما نستغلها ونعملها كده مخلل. وكمان هعمل معاكم مخلل القرنبيط ان شاء الله. كنت عملته برضو معاكم مع الملفوف ده قبل كده،
بس انا بعمله كل فترة، هعمله معاكم برضو وبيبقى حلو قوي. حطيت هنا العروق دي الملفوف في البرطمان، وهضيف له ميه سخنه. اقول لكم دلوقتي اجهز الخلطه اللي انا هعملها، يعني حاولوا تستغلوا الملفوف ده، يعني ما نرميش حاجه منه، يعني يلا حاجات بسيطه. فنحاول نستغل كل نعمه عندنا، يعني كل نعمه كده ربنا اداها لنا عندنا فنستغلها. عايزه اقول لكم اقرأوا سوره البقره كتير على قد ما تقدروا، يعني لو مرتين في الاسبوع على الاقل. لو حاسه ان ما عندكيش وقت يبقى مره بس، حاولوا ان انتوا تقرأوها وتشغلوها في البيت. سبحان الله، القرآن ده يعني نعمة وهدية ربنا اداها لنا، يعني هدية جميلة، اعظم هدية ربنا اداها لنا القرآن. واعظم نعمة برضو ان احنا مسلمين، يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. احمدوا ربنا ان احنا مسلمين، واحمدوا ربنا ان احنا عندنا القرآن. احمدوا ربنا على كل نعم ربنا اداها لنا. وان تعدوا نعم الله لا تحصى ولا تعد، يعني الحمد لله رب العالمين على كل حاجة ربنا اداها لنا وعلى كل حاجة في حياتنا. ولئن شكرتم لأزيدنكم. جبت بقى بشرة كده من واسمه ايه الاحمر ده، البنجر. انا عاملة البنجر في الفريزر، جبت منه حتة صغيرة كده، وجبت فص توم، وهضيف مية سخنة ومعلقة خل ورشة لا هو كان عليه سكر في السليق، ملح معلقة كبيرة كده من الملح مليانة، او معلقة وربع كده كبار، او معلقة كبيرة قوي. الملح كده حسب ما بتحب، يعني ما بحبش الملح في المخلل كتير قوي. وبعد كده هنجيب ايه تاني، ده كان ايه ده مش فاكرة، سكر تقريبا. انا بحب احط على المخلل سكر، بيخليه كده بيقرش وبيكون حلو. جربوا المخلل بالطريقة دي، اي مخلل عندك انا بعمل له الخلطة دي. كان نفسي قوي يكون موجود لفت، بس معرفش بيبقى موجود هنا امتى بصراحة، لان هنا الخضار شكله غريب قوي يعني. كده بقى خلصت. هجيب بقى ورق استريتش او كيس، واقفل بيه البرطمان من فوق، وبعد كده هقفل عليه الغطا. يعني كام يوم، 3 ايام 4 ايام تبدأي تاكلي منه، لان كده كده هو اساسا كان مسلوق، بس طعمه بيبقى حلو قوي. انا من النوعية اللي ما بتحبش تشتري مخلل من بره. بشتري الزيتون، بس الزيتون برضو بجيبه واروح جايبه برطمان وحاطه فيه شويه خل وشويه ميه، وبحط فيه الزيتون كده، بيحافظ على المخلل لفتره اطول. شايفين بقى الجمال، اللون الاحمر مع اللون الابيض. قبل الغدا بقى، يعني ما كناش، لا بعد الفطار بساعتين زي ما قلت لكم، ما كناش لسه كان بدري لسه بقى على الغدا. طبعا ما كنتش شربت قهوه. ايه ده، انا قلبت القهوه، فمش عارفه مين اللي كان هيشرب معايا بصراحه، مش فاكره. المهم ان انا جبت بسكوت بتاع الشوفان، كان في حد من ولادي عايز يشرب لبن، وخلاص كده. بصوا بقى، انا جيت اما تيجي لازم يكون الشوربه تكون سخنه وانتي بتسقي المحشي، وما تغطيش الطبق اللي فوق خالص. اول ما يقعد يغلي كده ويبقبق، بتروحي مهديه عليه النار وتسيبيه بقى يستوي على نار هاديه. وكده بقى تعالوا شوفوا المحشي المفلفل بتاعنا، المحشي الجميل، المحشي المصري، محشي الملفوف او الكرنب. كان نفسي قوي يكون فيه هنا اسمه ايه بتنجان، بس طبعا البتنجان بتاع مصر مش موجود هنا خالص. شايفين بقى الصابع بينزل بحاله. والمحشي مفلفل وجميل. يا رب يكون الاكل عجبكم، وطبعا انتوا طبعا بتعملوا اكل حلو طبعا، ده شيء اكيد، يعني كلكم ستات بيوت. كان نفسي اعمل شويه ملوخيه، عندي ملوخيه ناشفه جايباها معايا من مصر، او اي شوربه كده جنبها، بس ما كانش في وقت بصراحه. انا هنا حطيت اللحمه في الشوربه، وهنا حته الفرخه، والحمد لله ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. كانوا عايزين بقى حاجه مسكره، جبت نص كوبايه من المكرونه، عليهم كوبايتين من الميه، وهسيبهم يستووا. المكرونه من النوعيه دي اخدت معايا ميه زياده، يعني غير المكرونه بتاعت مصر خالص. سويت بقى بعد المكرونة بتستوي خالص، هاخد على الخلاط واضربها في الخلاط. ماشي. وهضيف لها لتر من اللبن، لتر من اللبن على نص كوباية من المكرونة، وكمان ضفت نص كوباية من السكر، السكر حسب ما بتحب. بعد ما ضربتهم في الخلاط، جبتهم على الحلة اللي انا هسويها فيها تاني، علشان لسه هنضيف نشا. هنضيف 4 معالق من النشا، عليهم معلقة كبيرة من الكريم شانتيه وكيس فانيليا. الكريم شانتيه مع النشا او المهلبية او الرز بلبن بيخلي الطعم كريمي، بيخلي طعمها حلو قوي.
والسكر بقى حسب الرغبة بتاعتك انتي، عاوزة تزودي سكر حسب راحتك. انا هنا كنت بجيب النشا، هتضيفي 4 معالق. هقلبهم بقى كويس جدا، وبعد كده هاخدهم على النار لحد ما تستوي. النشا يستوي، احنا هناخدها على نار، المكرونه مستويه بس احنا عايزين نسوي هناخدها بقى على النار لحد ما تستوي، وايدك فيها تفضلي تقلبي فيها. جهزت الصينيه اللي انا هعمل فيها، طبعا ادهنها زبده او سمنه عشان طعمها يبقى حلو. وكمان في الاخر برضو اقول لكم هنعمل فيها ايه قبل ما تدخل الفرن علشان وشها يبقى احمر كده وحلو. كده على النار بقلبها على نار هادية لحد ما بتتقل معاكي وتستوي. خلي بالك تفضلي تقلبي فيها علشان ما تكلكعش، لازم تغلي معاكي كده علشان النشا يكون استوت. بعد ما استوت معايا بقى وتقلت، ممكن تضيفي كمان قشطة. القشطة بتخليها تحفة. نزلتها كده في الصينية، هسيبها تبرد شوية. بعد ما تبرد هتلاقي وشها كده زي ما يكون نشف او عمل قشرة من فوق. هتروحي جايبة حتة سمنة ودهنة بيها الوش، اهي تدهني وشها سمنة علشان يبقى لونها حلو وريحتها بتبقى تحفة. وبعد كده تدخليها الفرن، يا دوبك بس هنحمر وشها، هي مستوية، احنا عاوزين نحمر وشها بس تاخد لون. مفيش يعني 5 دقايق بالكتير، اول ما تاخد لون هتروحي شايلاها وتسيبيها تبرد تهدى من السخونية، وبعد كده ندخلها التلاجة تمسك بقى وتجمد. عايزة اقول لكم هما ما صبروش عليها، ما صبروش عليها للاسف، وقالوا لي هاتيها ناكلها كده. قلت لهم خليها يعني تمسك نفسها شويه علشان اعرف اقطعها، ما ردوش ابدا. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واستنوني الفيديو الجديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه وامان، والسلام عليكم ورحمه الله.